لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المؤمنين، يقول الله عز وجل في محكم تنزيله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. فجعل الله البيوت مساجده وأضافها إليه تشريفا وتكريما وتعظيما. ويقول سبحانه: في بيوت أذن الله أن ترفع. وعلى رأس هذه البيوت المساجد، فرفع من شأنها في الدنيا ومن شأن عمارها في الآخرة. ويقول سبحانه: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ومن حرمات الله مساجد الله، إكرامها وتعظيمها، والحرص على إقامة أمر الله فيها، واجتناب ما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم، هو من أجل العبادات وأقرب القربات. وإن خطبة اليوم أخصصها لمحذورات 11 تهم المساجد، يقع فيها الكثير من المصلين، فيأثم من حيث يريد الأجر، ويغرم من حيث يريد أن يغنم، ويصيب من المعصية وهو لا يدري. خطبة اليوم عن تلك الأخطاء التي تفعل في بيوت الله، ينبغي أن تصحح. فنحن الآن ضيوف على الله عز وجل، لا ندخل بيته إلا على شرطه وبأدبه وعلى الوجه الذي يرضى بنا عنا سبحانه وتعالى. محظورات ومخالفات 11 نتعلمها واحدة على منهجنا في الخطب، وهو مما قال الله عز وجل ومن صحيح قول النبي عليه الصلاة والسلام على ما فهمه علماؤنا الأكارم وأسيادنا الفضلاء. وأول مخالفة من المخالفات التي تقع في المساجد، بل هي أعظمها وأخبثها وشرها وأثقلها في ميزان السيئات، بناء المساجد على القبور. أجمع علماء المسلمين أن المساجد لا يحل بناؤها على القبور أبدا، بل قالوا، وعلى رأسهم علماؤنا المالكية: كل مسجد بني على قبر وكان القبر داخل سوره في المكان الذي يصلي فيه الناس فلا تجوز الصلاة فيه. وكل ذلك لأنه عليه الصلاة والسلام يقول: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. وها هو صلى الله عليه وسلم في اللحظات التي ورد عليه أمر الله بالموت وهو يموت ويشتد عليه النزع، يقول كما قالت أمنا عائشة، والحديث في صحيح الإمام البخاري ومسلم، يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى، لعنة الله على اليهود والنصارى. لماذا؟ قال: اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.
فلا يجوز بناء المساجد على القبور ولا الصلاة عندها ولا تعميرها، والميت لا ينفع لو مات، لأن الله يقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. أما ما يرد عليك من الشبهة من أن مسجده صلى الله عليه وسلم يحتوي على قبره، فإننا نقول إن القبر النبوي ليس داخل المسجد، ليس داخل المسجد، وإنما هو داخل الحجرة النبوية لأمنا عائشة، وهي مجانبة للمسجد كما هو معروف في عمران المسجد النبوي. إذن هذه المخالفة الأولى والمحظور الأول. المحظور الثاني البيع والشراء وإنشاد الضالة في المسجد وسؤال الناس، كل هذا ممنوع في بيوت الله، فإن المساجد جعلت لإقامة الشعائر وتعليم المسلمين وتحفيظ القرآن الكريم وإحياء الدين في قلوب الأفراد والدول. هذه أغراض المساجد، فمن جعلها لغير هذا الغرض يسأل فيها الدنيا ويسأل فيها المعونة، أو جعلها لغرض البيع أو لغرض الشراء، أو من فقد شيئا ساعة أو نعما ويقف داخل المسجد ويقول الناس الجماعة اللي لقاش بلغة اللي لقاش صنبالة، كل هذا ممنوع، وإنما يقف خارج أبواب المسجد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع، يعني يشتري، إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارته. وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة، أي يبحث عن شيء ضله أو أضله مفقود، من ينشد فيه ضالة فقولوا لا ردها الله عليه، دعاء عليه علمناه النبي عليه الصلاة والسلام. لأجل ماذا؟ حتى يعم السكون بيوت الله وتبقى عامرة بالذي أراد الله بها. فتعلموا وتفقهوا واعملوا وفقكم الله. ومما نهينا عنه في المساجد بدعة هي من علامات الساعة لم يأمر الله جل وعلا نبيه أن يجعلها في المساجد، وللأسف الشديد، أقول للأسف الشديد، يجهلها الكثير من المسلمين. ما هي هذه البدعة؟ بدعة تزويق المساجد وتزيينها، تنميقها، زخرفتها، كل هذا منهي عنه، فإن بيوت الله لم تجعل لذلك. يقول أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد، حتى يتباهى الناس بالمساجد، فالمساجد ليست للزخرفة. بل سئل الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة كما نقل ذلك ابن الحاج في المدخل رحمه الله، قيل لمالك هل يكره أن يكتب في قبلة المساجد بآية الكرسي وقل هو الله أحد والمعوذتين؟ هل يكره العلماء ذلك؟ فأجاب الإمام مالك رحمه الله وقال أكره أن يكتب في قبلة المسجد شيء من القرآن أو التزويق، إن ذلك يشغل المصلي. فتعلموا هذا الأمر، نوسع المساجد، الأموال التي تستثمر في زينتها توظف في فراشها النافع، توظف في تكييفها النافع، توظف في تطييبها وتبخيرها النافع. أما التزويق فهذا ليس هديا للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد سمعتم ما قال العلماء فيه. ومن المخالفات المتعلقة بالمساجد وللأسف يفعلها الكثير ممن يريد الخير ويحرص على الأجر مخالفة حجز الأماكن في المساجد. يأتي الإنسان باكرا يضع كرسيه أو يضع ضربية صلاة
ويذهب إلى بيته إلى عمله، ويحرم على المبكرين أن يجلسوا في مكانه. أنا الحج، أنا ملجمع، أنا كذا، كل هذا محرم. بل ربما لو جاء متأخرا ووجد شخصا جلس مكانه يقيمه يزعم أن له حقا على الله في بيت الله. تخيل. بل منهم لغفلتهم وجهلهم من يأتي باكرا يحجز مكانا له ومكانا لصاحبه وكأنه مطعم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما، من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله يوم القيامة من 7 أراضين. وقد أنزل العلماء هذا الحديث على المساجد. الصف الأول الأولى به المبكرون، الأماكن الأولى بها المبكرون فقط، لا مكان لأحد ولا فضل لأحد داخل بيوت الله. نحن كلنا متساوون. أما أن تعتقد أنك أفضل من فلان لأنه عندك قرابة بالإمام، عندك قرابة بصاحب المسجد، عندك قرابة تريد الأجر، احرص على تقوى الله. إياك أن تفعل المخالفة. أما أن تكون وقحا قليل الأدب ويجي الإنسان قبل منك وتقول له نوض بلاصتي هذه وانت مشيتي في الدار فطرتي وارتحيتي عتجي، هذه والله العظيم معصية تحرمك أجرا عظيما أنت تطلبه، فاتق الله. ومن المخالفات في المساجد التي ربما يجهلها الناس وكثير من الشباب أنه يأتي المسجد يلبس قميصا عليه صورة فيها روح، صورة إنسان أو حيوان مما فيه روح. نحن منهيون عن هذا. لا تلبس ما فيه صورة ذات روح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة. الصور هذه صور ذوات الأرواح، الإنسان والحيوان اطمسوها، لا تدخلوا بها بيوت الله عز وجل. ومن الأخطاء أيها الإخوة التي تفعل في بيوت الله التشويش على المصلين بالكلام، والتشويش على المصلين بالقرآن، والتشويش على المصلين بالدعاء. إذا قرأ سرا، إذا دعوت لا تؤذي غيرك، إذا كنت حتى إن الفقهاء قالوا: من كان مسبوقا في صلاة جهرية وأراد أن يستدرك ما فاته لا يجهر حتى يشوش على المصلين، وإنما يجهر بقدر ما يسمع نفسه. خرج رسول الله عليه الصلاة والسلام على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة، وهذا في عهده عليه الصلاة والسلام، يقرؤون ويرفعون أصواتهم. ماذا قال لهم؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن المصلي يناجي ربه عز وجل فلينظر بما يناجيه، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. أخرجه أحمد في مسند. يعني لقريتي اقرأ بشوية، دعيتي ادعي بشوية، ذكرت الله بشوية، اشتغل بنفسك، فإن لكل واحد ممن دخل المسجد حق، فاتق الله في حقوق إخوانك. حاجة واحدة هي التي يسن أن ترفع فيها الصوت في المسجد ولا يعرفها الناس، وهي سنة مهجورة. أقول هي سنة مهجورة لا يعرفها أكثر المسلمين. خذوها اليوم واحرصوا عليها. ما هي؟ عندما نفرغ من الصلوات المكتوبة، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، الفجر، من السنة هذه التسبيحات التي نسبح والذكر الذي ندعو له هو آية الكرسي، بحنا ماشي جماعة، تسبيحات. السنة أن نرفع بها أصواتنا، ماشي من السنة تخسكت وتقول لا، وإنما ترفع صوتك، ماشي تغوت، ترفع صوتك. ما الدليل على ذلك؟ الدليل عليه حديث عبد الله بن عباس في صحيح الإمام مسلم رحمه الله، يقول: إن رفع الصوت بالذكر
حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وكنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. يعني كنت أعرف سلام الصحابة من الصلاة مع رسول الله حينما يضج المسجد بالصوت، كل واحد وحده سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله آية الكرسي، كل واحد وحده. هذه من السنن التي جهلها الناس. لا أقول الصراخ، ولكن ترفع صوتك قليلا. ومما ينبغي أن يحرص عليه وهو الأدب الموالي الثامن الحرص على نظافة المساجد. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى في قبلة المسجد نخامة أو شيئا حكه ونظفه. نظافة المسجد مسؤوليتنا جميعا. اللي عنده شوية ديال العود البخور الطيب ما فيها باس تبخر المسجد. جالس كتصلي في البلاصة ديالك وجدت شيئا حجرا قذا احمله واجعله في جيبك، فأنت تطلب الأجر بهذا. هذه بيوت الله مسؤوليتنا جميعا. وهنا أستغل الفرصة لأحدث إخواني من الشباب والرجال والنساء عن مشروع عظيم من أراد أن يتبناه. بعض الشباب في أحد مدن المغرب 7 أو 6 جعلوا لأنفسهم مشروعا في كل إجازة صيفية. هم موظفون مهندسون، يعني عندهم وظائف طول السنة. احتسبوا أجرا إلى الله عز وجل أن يشتروا الآلات والماكينات التي تنظف المساجد، الآلات الحديثة، الغسيل الجاف. ثم في الصيف عندهم سياراتهم. ماذا يفعلون؟ يطوفون على المساجد وعلى كتاتيب تحفيظ القرآن الكريم وينظفونها احتسابا للأجر. لماذا ما يكونش هذا الحي المبارك حي سيدي موسى من الرجال والنساء بدون مجموعات؟ وخا كاين المنظفين في المسجد، ولكن لا مانع ان نتعاون ويطوفون على المساجد ينظفونها يبخرونها يطيبونها مرة في 15 يوما، مرة في الشهر. هذا عمل مبارك، عمل مبارك فلنحرص عليه. وفقنا الله وإياكم للخير وأعاننا على التمسك بالسنة وجنبنا وإياكم الغلط في دينه سبحانه وتعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. ومن الأخطاء الشائعة في المساجد وهو خطأ قبيح محرم يتوسع التحريم بقدر من يتأذى منه، هو سماع النغمات والموسيقى في بيوت الله. فبعض المسلمين هداهم الله يجعلون في رنات هواتفهم الأغاني والموسيقى التي حرمها الله، فإذا رن عليهم أحد يشوشون على المصلين ويبثون الصوت المحرم في بيت الله. وقد حرم الله علينا ذلك في المساجد وفي غير المساجد. وها أنا أقرأ عليك من كلام الله ومن صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبين لك بأن سماع ذلك حرام. يقول الله عز وجل: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. نقل شيخ المفسرين ابن جرير الطبري عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وعن مجاهد وعن غيرهم من أئمة التفسير أنهم قالوا: لهو الحديث الذي ذمه الله في الآية هو الغناء. وفي قول الله عز وجل وهو يتحدث عن وظيفة إبليس قال: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك. ما هو صوته؟ ما هو صوت إبليس؟ قال مجاهد بن جبر تلميذ عبد الله بن عباس: صوت إبليس هو الغناء. ويا لله العجب، ها هو نبينا في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام البخاري ينبئه الله بأنه سيأتي على هذه الأمة من يحل الغناء وقد حرمه، فيقول عليه الصلاة والسلام: ليأتين على أمتي
قوم يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. الحرى يعني الزنا، يقولون حلال علاقة رضائية، والحرير حرية في اللباس، والخمر يقولون مشروب روحي، والمعازف أي الغناء فهي محرمة. وأزيدكم أجمع علماؤنا على تحريم الغناء، وممن نقل الإجماع عليه الإمام القرطبي في تفسيره، وممن نقل الإجماع عليه العلامة ابن الحاج في المدخل، وهؤلاء مالكية وغيرهم كثير. فاتق الله، غير نغمة هاتفك، اجعل فيها نشيدا، اجعل فيها كلاما طيبا يذكرك ينفعك، حتى إذا ما نسيت إغلاقه في الهاتف ورن لا تسمع ولا تسمع ما أسخط الله عز وجل. المحظور العاشر دخول المساجد بالروائح المنتنة، وعدم العناية بالنظافة في الجسم في اللباس وأوعى الفم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا. وفي رواية أخرى قال: فليعتزل مسجدنا أو ليقعد في بيته. وهذا أكل شيئا طيبا. تمور بصلاي لما كانوش طيبين يتركون رائحة منتنة، ما بالك بالذي يدخنه ويأتي للمسجد بريح تؤذي؟ ما بالك بالذي ليس معه عطره يزيل عنه روائح العرق؟ ما بالك بالذي يكون مريضا بالبخر في فمه ورائحة فمه بسبب مرضه منتنة؟ هؤلاء ينبغي أن يأخذوا من الاحتياطات حتى لا يردوا على بيوت الله ويؤذي المصلين. والمحظور الأخير، ولكم أن تبحثوا في كلام أهل العلم عن غيره، وإنما أختصر وأقتصر لوقت الجمعة. المحظور الأخير خروج النساء إلى المساجد متزينات متعطرات، فإن المرأة حرم الله عليها الزينة والتبرج إلا لزوجها وفي قعر بيتها، فإذا خرجت المسجد نهينا عن منعها، لا نمنعها من القدوم للمساجد. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. إذا كانوا غيجيوا كيف يخرجن إلى المساجد؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات. تفلات أي غير متعطرات، متحجبة، خاشعة، ساكنة، ذاكرة لله عز وجل، حتى إذا دخلت في بيته وأقبلت على محرابه ووقفت بين صفوفه لعله أن يجعل ذلك كفارة لذنبها. معاشر المسلمين، فلنتعلم ديننا ولنرتقي بالتفقه في شريعتنا. كلنا يحب الخير، كلنا يريد رضوان الله، ولكن الجهل يقطع الطريق على الله. تعلموا، اقرأوا، احضروا للدروس، علموا أبناءكم الدين، اقرأوا الكتب، تابعوا البرامج، تسجلوا في الأكاديميات، انخرطوا في الدورات العلمية، تعلموا، فإن الله لا يعبد بجهل، فإن الله لا يعبد بجهل. ومن عاش، اسمع، وهو قارئ متعلم ولا يعرف صفة صلاة رسول الله، ولا صفة وضوء رسول الله، ولا صفة غسل رسول الله، ولا صفة تيمم رسول الله، لا يعرف أحكام البيع والشراء، لا يعرف أحكام الصلاة على الجنائز، هذا محروم، هذا محروم، لم ينفعه علمه في شيء. اللهم علمنا ما ينفعنا، واغفر ذنوبنا، وتب علينا، وردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم اقض عنا ديوننا، وأصلح شبابنا، وأدب أولادنا، وبارك في مساجدنا. اللهم كثر من أهل العلم ومن طلبة العلم ومن دعاة التوحيد، واقمع اللهم الشرك والبدع والمخالفات والمحرمات وأهلها يا رب العالمين. اللهم اهدنا لحسن الأخلاق، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم رد بناتنا إلى الدين، إلى الحياء، إلى الحجاب. اللهم رد رجالنا إلى نخوة المسلمين، إلى الغيرة، وإلى القيام بحقوقك يا رب العالمين. ربنا أصلح ولي أمرنا ملكنا محمد السادس، اللهم أقم به الدين، أصلح به العباد، حارب به الفساد.
الفساد، انشر به الشريعة، حكم به الشريعة يا رب العالمين، وولي عهده وأعوانه ووزراءه. ربنا ندعوك وسندعوك فلا رب لنا غيرك. ندعوك لإخواننا المستضعفين في غزة، اللهم لا ناصر لهم إلا أنت فانصرهم، لا معين لهم إلا أنت فأعنهم، لا قوي يستطيع أن يكبت عدوهم إلا أنت فاكبت عدوهم، لا تحرمنا أجورهم. اللهم سدد رميهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم اشف جرحاهم، اللهم اشبع جوعاهم، اللهم اكس عاريهم، اللهم اقذف الرعب في قلوب الصهاينة، العنهم لعن القردة والخنازير. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزون، اللهم عليك بهم وبأعوانهم ومن خذل عنهم والمنافقين أجمعين يا رب العالمين. ربنا سلمنا في بلادنا وبلاد المسلمين، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. لمشاهدة المزيد من الحلقات لا تنسى الاشتراك بقناتنا وتفعيل زر الجرس.